السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زي ما عودتكم دايما رشا الغفير من قناتي وصفحتي جربوها مع بنت الغفير. النهاردة ان شاء الله جايبه لكم طريقة حلوة جدا جدا وسهلة واقتصادية لصينية البطاطس باللحمة بشكل جديد بطعم جديد. طعم هيبهرك وهيبهر ضيوفك لو عملتها لهم. عملتها وكانت ابتكار بصراحة. عملتها وقلت هصورها. كنت قدمتها السنة اللي فاتت وحاولت ان انا اعيد تقديمها تاني لان الناس طلبت كده. وهي صينية البطاطس بس سميتها قوارب الكفتة. قوارب البطاطس بالكفتة حلوة جدا جدا جدا. طعمها يا جماعة والله بهرني. قلت هعملها واصورها والله طلعت حلوة. هنزلها لكم. طلعت مش ولا بد يبقى انا لبستها وايه وناكلها انا والولاد ونكفي على الخبر مجور. بس المفاجأة انها كانت حلوة جدا جدا وكان طعمها احلى واخف بكتير من صينية البطاطس اللي باللحمة المفرومة اللي احنا عارفينها. هقول لكم بقى المقادير. هي اقتصاديه بالمناسبه يا جماعه، رمضان جاي ان شاء الله وهنحتاج وصفات كتير جدا وهنحتاج نجدد كمان في الوصفات. ودي وصفه حلوه جدا ومناسبه وسهله وسريعه وما بتاخدش وقت. الوصفه سهله ومقاديرها سهله جدا. اول حاجه معانا نص كيلو لحمه مفرومه. تمام. اي حاجه وش او وشين مش هتفرق. ومعانا 3 بصلات صغيرين. هناخد منهم بصلتين للحمه والتانية هقول لكم هعمل بيها ايه. التوابل اللي هستخدمها للكفته معلقه فلفل اسود، عفوا معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسود ونص معلقه كبابه صيني ومعانا فلفل شرايح. ومعانا هنا دي طماطم علشان خاطر الصلصه بتاعه البطاطس. معانا 5 طماطمات زي ما انتم شايفين كده ومعانا حته جنزبيل طازه ومعانا فصين توم. لو ما فيش جنزبيل طازه يبقى نستخدم ربع معلقه بودره. التوابل بقى بتاعه الصلصه معانا قرفه فلفل اسود جنزبيل فصين حبهان مطحونين وورقتين لوري وملح. تمام. القرفه ربع معلقه، الفلفل الاسود ربع معلقه وهكذا وفصين حبهان مطحونين. والملك بتاع الطبق ده بقى اللي هو البطاطس. دي انا قورتها وجهزتها. ودايما بطاطس اللي هنعملها البطاطس عامه اللي هنعملها تكون بطاطس تحمير يا جماعه علشان تدينا نتيجه حلوه وما تبقاش مسكره لما نيجي ناكلها. اللي بيطلع من البطاطس ده احنا طبعا مش بنرميه، هنعمله في قلب الوصفه وهنعمل منه وصفات تانية كتير ان شاء الله. هعمل لكم واحده كده علشان تشوفوا انا عملتها ازاي. اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو زي ما انتم شايفين بالمعلقه معلقه شاي كده. هبتدي بتتقور معايا بكل سهوله ما بتاخدش وقت خالص. ده كان كيلو بطاطس بالمناسبه. تمام. اهو زي ما انتم شايفين البطاطس اخترت الحجم تقريبا يكون كله قريب لبعضه. يا رب كان كيلو ونص بطاطس، عفوا معلش كان كيلو ونص بطاطس. دي انا هشيل كده جزء بالمقشره علشان يعمل لي قاعده وبعد كده هنشفها واحطها في الزيت تتقلي علشان عايزاها تكون قشره علشان ما تتهريش مني وانا بغرفها. انتوا عارفين ان البطاطس لما بتستوي بترمل وبتتهري وبتبقى مش متماسكه. انا عايزاها لما اجي اغرفها الطبقه اللي هتتكون او القشره اللي هتتعمل حوالين البطاطس اللي هتخليها متماسكه هتحافظ على شكل البطاطس من بره وتخليها متماسكه ويبقى شكلها حلو من بره زي طعمها بالظبط. تمام. اهي زي ما انتم شايفين كده حمرتها. هطلعها من قلب الزيت وهعمل كمان دفعه جديده. اهو زي ما انتم شايفين كده. بعتذر على صوتي يا جماعه، عندي دور لوز مدمرني الحمد لله على كل حال فصوتي متاثر شويه. فادعوا لي كده دعواتكم ربنا ياخد بيدي لان الدور مش عايز يسيبني بيروح ويرجع وتعبني قوي. هنجهز بقى الكفته زي ما انتم شايفين كده. ده نص كيلو لحمه. وبالمناسبه انا بقيت اعمل الفتره اللي فاتت دي لحمه مفرومه. ما باكلش لحمه سليمه لان ولادي رخمين قوي قوي في موضوع اللحمه. بيفلوا اللحمه بقى دي سمينه يا ماما، لا ده عرق يا ماما، لا ده مش عارفه ايه. فبقيت اضحك عليهم واحط لهم اللحمه مفرومه واكبر دماغي. انا حطيت هنا التوابل. هجيب بصلتين من التلاتة اللي احنا كنا جبناهم في قلب الفيديو وهبشرها على الناحية الناعمة اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة. الناحية اللي هي فتحات الصغيرة اللي هي دي. ليه بعملها على الفتحات الصغيرة؟ علشان انا مش عايزة احس بقوام البصل وانا باكل، مش عايزة احس بعضة البصل، عايزة احس بطعم البصل بس في نفس الوقت ما احسش بالتفل بتاع البصل وانا باكله. تمام. احنا مش هنعصرها زي كل مرة. انتوا عارفين ان انا لما بعمل الكفتة بعصر البصل من الميه بتاعته وبرجعه عشان خاطر الكفته ما تفكش. انا هنا مش هعصره حتى لو فكت كده كده هي محتفظه بشكلها في قلب قارب البطاطس ومش هتتاثر خالص. هكمل بشر زي ما انتم شايفين كده لحد ما اخلص الكميه كلها. اهو زي ما انتم شايفين انا هنا خلصت البصلتين اهو. هبتدي بقى اقلب كل ده مع بعضه. تمام.
الوصفة دي بالمناسبة أحلى بكتير من الوصفة بتاعة البطاطس اللي محشية لحمة معصجة. طعمها أحلى وأخف وحلوة جدا. تقدروا كمان تضيفوا على اللحمة بقدونس، دي على حسب الذوق. أنا ما كانش متوفر عندي بقدونس وقتها فعملتها كده، لكن لو كان عندي كنت حطيت بالمناسبة يعني. هقلب كله مع بعضه اهو زي ما انتم شايفين. زي ما قلت الوصفة دي كنت نزلتها السنة اللي فاتت، وحبيت ان انا اعيد تقديمها لان في متابعه عملتها بتقول انا اكتشفتها عندك في القناه بالصدفه، بتقول يا ريت تعيدي تقديمها لانها فعلا طلعت حلوه قوي، وجربتها وبعتت لي الصور. انا هنا فرشت البطاطس اللي طلعت من التقوير زي ما انتم شايفين في قعر الصينيه. هحط فلفل، شرايح فلفل زي ما انتم شايفين كده، واحط شرايح طماطم اهو زي ما انتم شايفين اهو. كان المفروض احط شرايح البصل بس انا للاسف والله نسيت، فمعلش بقى قلت احط شرايح بصل مع الوصفه. هنحط بقى الكفته صبعناها زي ما انتم شايفين كده، وفي كل نص بطاطسايه حطينا صباع كفته زي ما انتم شايفين اهو زي ما انتم شايفين كده. كل صباع في قلب نص البطاطسايه. حتى لما تيجي ساعه الغرف بيبقى شكلها حلو جدا وشيك جدا. تقدروا تعملوها في العزومات، شكلها حلو كمان، اقتصاديه مش مكلفه. هنطلع من نص كيلو لحمه وجبه ل5 افراد، مشبعه جدا جدا بالمناسبه. والله يا جماعه احنا بناكل الصينيه دي ويتبقى منها لما بنيجي كمان على الغدا. يعني احنا 5 افراد، ولادي مش صغيرين، ولادي كبار يعني محمد ورؤية كبار، وانا وزوجي بس. بتكفينا وبتفيد كمان. يعني نص كيلو لحمه لو سلقناه في العادي مش هيكفينا، لكن لو فرمناه وعملناه في اكله زي كده منها كلنا اللحمه ما رميناش منها حاجه. لان ولادي مش عايزه اقول لكم بيفلوا اللحمه تفليه بيشلوني بصراحه. فبصراحه يعني انا بحب اول لما اضحك عليهم في حاجه زي كده اهو زي ما انتم شايفين. هرص كل الكفته بالبطاطس. تقدروا تعملوها كده وتحطوا لها بشاميل وتدخلوها الفرن، على فكره هتبقى طعمها حلو جدا. دي برضو فكره جات لي وانا بعملها، بس قلت اجرب الاول بالصلصه واشوف والله نفعت هعملها، ما نفعتش يبقى نجرب موضوع البشاميل دوت. المره دي عملتها بالصلصه كانت حلوه جدا. اللي هنا البصل اللي انا كنت نسيته بحطه اهو يا جماعه، او بحطوه انتوا تحت البطاطس، بس انا للاسف كنت نسيته خالص اهو زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم لما تيجي تعملوها انتوا حطوا البصل تحت، ما تعملوش زي كده. انا عشان نسيت فلحقت نفسي يعني. الصلصه بقى هنعمل الصلصه ازاي يا جماعه اللي هنعمل بيها البطاطس؟ هنجيب الطماطم مع الجنزبيل مع الثوم وهنضربهم في الخلاط مع التوابل دي كلها. هنضربهم في الخلاط كويس قوي، الحبهان مع القرفه مع الفلفل الاسود مع الملح مع الورق اللوري مع كل ده هنضربه في الخلاط كويس جدا. وهنجيب طاسه على النار او حله صغيره ونحط فيها معلقتين زيت ونطش الحاجات دي كلها، الطماطم دي في الحله دي. تاخد لها غلوتين 2 بس، الطماطم يتغير شكلها من الشكل الفريش للشكل اللي هو لون الصلصه. تاخد غلوتين 2 بس على النار، شكلها يغير وياخد اللون ده، وبعدين ناخدها زي ما هي كده ونسقي بيها صينيه البطاطس اهو زي ما انتم شايفين كده. هاخد الطماطم اللي طلعت دي وهسقي بيها صينيه البطاطس. ما تخافوش حطوا فوق الكفته مش هتفك منكم والله، هتبقى حلوه جدا وهتشوفوا كمان بعد ما اتعملت. انا زي ما قلت لكم قلت هجرب واصورها، والله نفعت كان بها، ما نفعتش خلاص ولادي هياكلوا مش هيقولوا حاجه يعني اهو زي ما انتم شايفين كده. هاخد اخر حبه بقى واسقي بيها بالمناسبه اللي بيقول لي انت حاطه الصينيه على بتفريها على عجل، لا والله ابدا. كل ما هنالك ان الصينيه ناعمه من تحت والرخامه ناعمه، فبتسهل عمليه الفر اللي انتوا شايفينه ده. هندخلها بقى الفرن يا جماعه على الشبكه، تاخد بالظبط ساعه الا ربع، مش هتطول عن كده. وهتطلع وهتاكلوا احلى صينيه بطاطس، طعمها وهم احلى بكتير جدا من اللي محشيه لحمه معصجه، واخف وطعمها احلى كمان. كمان شكلها حلو لما تقدموها يكون عندكم ضيوف، حلوه جدا. وزي ما قلنا اقتصاديه رمضان، كل سنه وانتم طيبين على الابواب، ودي اكله مناسبه جدا لرمضان وللعزومات. يا رب بس يكون عجبكم الفيديو. هوريكم دلوقتي شكلها لما تتقدم هتبقى عامله ازاي، او بتتقدم مع ايه. انا عاده بقدمها مع رز ابيض، يعني انا عملتها وفيما بعد بقيت اعملها مع رز ابيض او رز بشعريه.
اهي زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا. يا رب بس الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت ما تنسونيش من دعواتكم، وما تنسوش تعملوا الفيديو لايك وشير، وتسيبوا كومنت وتقولوا لي رايكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، لان في ناس كتير جدا بيقولوا لي ما بيوصلناش اشعارات من القناه، ده لانكم مش مفعلين الجرس. فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وقبل ما امشي لازم اقول لكم دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.